يايكس. مساء الخير. النهارده في مكان جديد، في واحد صاحبي عامل زي مقر كده جمعيه خيريه، فقال لي في افتتاح مقر جديد كده، بس طبعا انا مش هقدر اقعد لحد الافتتاح، بس هو عزمني وقال لي تعالى شوف المكان عامل ازاي. قلت بيني وبينك هي حاجه خيريه، حاجه لله، فقلت الواحد ليه ما يروحش يشوف المكان الدنيا عامله ازاي. بصراحه المنطقه مختلفه تماما، انا في منطقه غبريال، ف مكان بصراحه مختلف. المكان اللي انا فيه او الجزء اللي انا فيه هو عاملينه زي مخزن تقريبا مؤقتا، لسه واخدينه جديد، فالمفروض الافتتاح هيكون النهارده زي ما انتوا شايفين كده الكراسي، وفي كراسي تانية ورا هنا كده، فالمفروض الافتتاح النهارده. فانا قاعد فيه، وفي مكان تاني لسه هروحه، مكان بقى المطبخ نفسه بيطبخوا فيه وبيعملوا فيه كل حاجه. انا عايز اشوف المكان هيبقى عامل ازاي، حتى قال لي تعالى وشوي واعمل اللي انت عاوزه في الاكل، معنى اصح اساعد يعني. فهي حاجه جديده، قلت له ما بعملش كده في البيت عندي، بس قال لي تعالى وجرب. قال لي انا ما بعملش كده في البيت، بس تعالى وتعالى. قلت له ماشي، فيلا. يا محمود، قبل ما تصور اقول هنعمل شغل النصب، نلبس كمامات والهيد. بيعمل سلطة الكوسة. وفي ناس لسه هتيجي بقى احنا الناس كضيوف يعني او كده هيبتدوا يجوا من العصر، اللي هم الناس اللي هتيجي تاكل ولا ناس رحلات. احنا هنعمل الوجبات ونوزعها عليهم. في الحالات القريبه هنا دول بنعزمهم ياكلوا معانا عشان ما يحسوش ان الدنيا في طبقية. يعني ان احنا لا، احنا بنتجمع زي احنا كلنا اسره، نتجمع ناكل سوا، نحتفل، نعمل كده. طب ليه مثلا ما تتكلموش مثلا زي ما كده؟ ما هي الرساله عندها قيمتها، شغاله حالاتها، الطعامات اللي بتعملها مثلا. ما هو انا قصدي ان هي تيجي تساعد، تطلع. بص، هو انت الفكره ان انت كمساعده اللي ممكن تساعد جمعيات، ممكن طعام، شاي، الحاجات اللي بيدوا مثلا زي صناديق، بيدوا حاجات كده الوجبات مثلا اللي هو الطعام الجاهز، بيدوا الجمعيات بتاع مثلا اللي هي توزع لهم او تعمل. بص بقى، قايم على باقي كل ده برضه رفيع. انا بعلمك صنعه، افرض انا مت مين هيشيل الكليه؟ اجيب انا حد تاني. مش هتلاقي، مش عايز اجيب حد تاني اعذبه. اليافطة دي للمكان اللي هم عاملينه الجديد، هو كده كده مكانين زي ما انتوا عارفين، ف هيحطوا واحدة هنا وواحدة في المكان اللي كنت بصور فيه قبل كده. بصراحة جهود يعني ممكن الناس مش شايفاها كويس او مش واضحة قوي، بس اوفرول كويسة يعني، ممتازة بصراحة، ومحتاجين الدعم يعني. الله ينور، الله ينور. حقيقة وانا جوه في المطبخ في حاجتين حصلوا. اول حاجه القلايه اللي كان فيها الزيت، في واحده منهم مش شغاله،
فده هيعطل الدنيا شويه في الموضوع الطبخ بتاعهم. وتاني حاجة كان في زي فرح كده تقريبا هنا، او بينقلوا عفش عروسة، مش عارف حقيقة لانها مش من المنطقة. ف بصراحة يعني منظر حلو، يعني الواحد مش بيشوفه، يعني منطقة تانية، مكان تاني، عادات تانية غير الواحد متعود يشوفها. ف حلو التغيير برضو من وقت للتاني، او حلو انك تزور مكان جديد من فترة للتانية. اما انا اتكلمت مع محمود، هو كان بيتكلم في حتة ان هو عندهم نقص في المتطوعين، وزائد ان هي واحدة واحدة يعني الحمد لله من الكلام واضح ان هي كويسة، واضح الحمد لله ان هي شغالة بتساعد الناس، وفي ناس فعلا بتعمل فاندنج او بتساهم فيها في الموضوع ده. فبالتالي هم محتاجين دعم على قد ما يقدروا، طبعا دعم مادي عشان يقدروا ان هم يكملوا المشاريع دي، وان هم يقدروا يعملوا الوجبات ويوزعوها للناس. بلس ان هم برضه محتاجين دعاية من وقت للتاني. فده السبب اللي خلاني انا اجي النهارده واقعد اصور برضو جزء كده على قد ما اقدر، لان هو طبعا المكان صغير شويه والناس جوه شغاله، فمش قادر اتحرك قوي عشان طبعا ما غلسش عليهم بحكم ان هم بيعملوا حاجه خيريه. فمش هروح ان انا كمان اضايقهم واصور وازوم وحاجات مش دي. ده اللي كان الحدث الاساسي او السبب الرئيسي اللي خلاني اجي هنا المكان. وعلى العموم كده كده برضو لو في حد حابب ان هو يروح المكان ويشارك او يشوف المنطقة عاملة ازاي، هحط اللوكيشن بتاعه في الديسكريبشن او في وصف الفيديو ده، بحيث ان هو لو حد عايز يروح يشارك يبص الدنيا بتبقى عاملة ازاي، المنطقة نفسها عاملة ازاي، مفيش مشاكل. يعني هم طبعا مرحبين بالموضوع ده قوي.